لأن الصناعة المصرية دلوقتي وقتها مش مجرد شعار. الهيئة العربية للتصنيع مصنع الإلكترونيات أضاف منتج جديد لقائمة المنتجات اللي بيتم تصنيعها دلوقتي في مصر. فبعد ما صنعنا كاميرات المراقبة وبعد ما صنعنا أجهزة الحضور والانصراف، جه الدور على الفيديو انتركم. طب من ناحية الكواليتي، لما جينا صنعنا الشاشات والوحدات الفول هاي ديفينيشن او ال 1080 او ال 2 ميجا بكسل، فهتقدر تشوف اوضح صوت وصورة من خلال الفيديو انتركم. طيب من ناحية الامكانيات، فاحنا من خلال الشاشة اللي موجودة عندنا هقدر اوصل عليها كاميرا مراقبة واقدر اوصل عليها انذار ضد السرقة. فبقى نظام الفيديو انتركم نظام متكامل بيوفر لي فيديو انتركم، كاميرات مراقبة، انذار ضد السرقة. وعشان الرينج يكون متاح للجميع، وفرنا زي ما قلنا الواحد خط وال4 خط وال12 خط وال255 خط. وعلشان يكون في تنوع في الشاشات، فوفرنا الشاشات ال7 بوصة وال10 بوصة والواي فاي، فهتقدر تاخد حجم وشكل الشاشة اللي تناسب الديكور بتاعك. وعشان ما تزهقش، فمن خلال شاشات الواي فاي انت تقدر تحط SD كارد وتبدا ان انت من خلالها تسمع اغاني او تشوف فيلم او تسجل حاجه بتحصل قدامك. وعشان نسهلها عليك، وفرنا لك اشكال كتير وديزاينات كتير من الوحدات الاوت دور. فعندك الوحدات العاديه وعندك الوحدات اللي ممكن من خلالها تفتح الباب من خلال الباسورد او الكارت. فالموبايل ابلكيشن لا غنى عنه. فمثلا لو الاولاد رجعوا من المدرسه ومفيش حد فوق، فممكن من خلال الموبايل ابلكيشن ان انت تفتح لهم الباب. وكذلك الامر لو جاي لك ضيوف وعايزين يدخلوا، او لو انت عايز تشوف مين اللي موجود دلوقتي من اي مكان في العالم، كل اللي هتعمله ان انت تفتح الموبايل ابلكيشن تشوف مين اللي واقف قدام الباب بتاعك. عشان تتعرفوا على امكانيات اكتر على الفيديو انتركم من الهيئه العربيه للتصنيع اللي صنع في مصر، زورونا في جميع فروعنا او كلمونا على 16105.